لم تكن تمر ساعات على القبض على القيادي الإخواني عصام العريان حتى اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بتعليقات ساخرة على الصور الأولى له وهو في قبضة الأمن. ناشطون ومواطنون عاديون لم يتركوا صغيرة ولا كبيرة من الطريقة التي ظهر بها الاعتقال في الصور الأولية إلا وكانت مادة دسمة للتهكم عليها. حبة جديدة من العقد الإخواني تفرط وتسقط في يد رجال الداخلية. أولى صور عصام العريان مقبوضا عليه فتحت قريحة المصريين مجددا على تداول النكت والسخرية من مظهره. فتذكروا حينها يونس شلبي في مسرحية العيال كبرت وهو يرتدي ثوبا قصيرا أبيض اللون وعمامة صغيرة. سجنترا أيضا ربما يردد الآن العريان جانا، فالمكان أصبح المقر الرئيسي الجديد لقادة الإخوان الذين تم ترحيلهم إليه واحدا تلو الآخر. ظروف القبض على عصام العريان لم تختلف عمن سبقوه، فالشقة المفروشة مع اختلاف الموقع كانت طريقة التواري الوحيدة لدى المرشد العام للإخوان محمد بديع ومحمد البلتاجي وحتى صفوة حجازي المحسوب عليهم. والثوب الأبيض أيضا كان الزي الموحدة لديهم. ولكن ناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي تساءلوا لماذا لم يقدم للعريان عصير كما حدث مع زملائه من قبل، فيما تساءل آخرون عن سر المناديل التي كان يحملها القيادي الإخواني أثناء القبض عليه. ولأن الشتاء على الأبواب فكان الفصل والاسم فرصة أيضا للربط بأن البرد سيدفع بالعريان إلى الظهور بعد فترة اختباء طويلة، وذلك بسبب ظروف الطقس. عصام العريان الذي عاش حالة من الإنكار والتجاهل لواقع المشهد السياسي الرافض للإخوان سواء وقت حكم الإخوان وحتى أثناء اختبائه، يبدو أنه لم يستفق منها، فأخذ يطمئن أنصاره بالوعد الموعود والعودة، فما كان الرد عليه إلا بمزيد من التهكم بأن الموعد في ترى أو مع عشماوي. الإعلامي المصري عمرو أديب المعارض بشدة للجماعة ضرب عصفورين بحجر واحد في تغريدته، فانتهز فرصة القبض على العريان للسخرية من الإخواني على صادق المهاجم دوما لأديب في كل تصريحاته.